مقارنات. بالظبط كده. كل واحد بيقارن عيشته وحياته ووظيفته ووصل لايه في حياته. والمشكله بقى مش ده، المشكله انت بتاخدي اخر لقطه. بالظبط، ما بتاخدش حتى هو وصل لده ازاي او لا. ايه التعب اللي تعبه قبل كده. دي المشكله، ان احنا نيجي في اخر لقطه ناخد اللقطه الاخيره. ده بص بقى ناجح ازاي. طب ما انت حضرتك بص شوف قد ايه وصل. هديكي مثال زي مثلا محمد صلاح اللاعب. ماشي. تمام. صح. الناس كلها شايفه دلوقتي ان محمد صلاح دلوقتي بيلعب في ليفربول مع مليارات وبيدخل له مش عارفه في الساعه كام والكلام ده كله حلو وجميل جدا. طب ما هو ايه اللي خلاه وصل لده حضرتك؟ صح. احنا بنقارن ايه بايه؟ ما هو دلوقتي هو كان الاول بيجي مثلا من بلدهم للقاهره عشان يحضر التمرين مشي. تمام، معهوش حتى حق التذكره. طيب الراجل اشتغل على نفسه، حارم نفسه من اكل رغم ان هو معاه فلوس عشان يفضل في فورمه معينه، عشان يفضل محافظ على اللياقه البدنيه بتاعته. لكن مش قاعد مثلا طول الليل والنهار بياكل اللي هو نفسه فيه. لا. فهي كل حاجه وليها الضريبه بتاعتها. الضريبه ايه بقى؟ تمام. انت ممكن انت وانت قاعد نفسك دلوقتي هفتك على طبق مكرونه بشاميل بتقوم تاكله تعمله. صح. هو ما ينفعش يحطه على بقه عشان هو لازم يحافظ على الفورمه بتاعته عشان ده شغله اكل عيشه. الناس ما بتبصش بقى للتعب للضريبة. اللي هو شافه، هو بتبص للقطه الاخيره. هو نجح فانا عايزه انجح زيه. بالظبط. انا عايزه ابقى زيه. طب انت شوف ايه الحاجات يعني الخطوات اللي هو عملها مر بيها بحلوها بقى ومرها. بحلوها ومرها لازم تمر بيه كله، لكن ما تاخدش الجزء اللي عاجبك اللي هي النتيجه وتسيب الحاجات اللي وصلت للنتيجه، الاسباب. مشكلتنا دلوقتي